حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. شفتوا بقى التعب اللي انا فيه؟ ماشي، اديكوا تعالوا بقى شوفوا انا بعمل ايه. بشارككم معايا اهو. بصوا الأوضة، انا طافية الانوار بس، طافية النور. بصي بحكحك بالفاس، وبنضف لهم وبعمل لهم ستاير اكني فرشالهم فرشه عشان خاطر بيبردوا مني. اللي غايبني عليكم كده برضو الدنيا ساقعة و... والتربية مش بالسهل، التربية مش بالسهل. اعمل ايه بقى؟ اديكوا شايفين، اديكوا شايفين يا حبايبي. ابقى امسحي البيت. اديكوا شايفين يا حبايب قلبي، اديكوا شايفين التعب اللي احنا فيه والبرد اللي احنا فيه والشتاء والسقعة والكلام ده كله. برضو عمالين يعني ربنا يعوض عليا، والله ازيد من 5000 جنيه عشان البرد وعشان التعب. وانا بقى بعمل لهم الاعشاب اللي انا بقول لكم عليها، والله طول الليل بعملها لهم، وتعبانه ومش قادره اقول لك بعمل ايه، عشان خاطر اللي انا ده طبعي في دمي حكايه التربيه دي. سواء الدنيا غاليه سواء الدنيا حلوه، انا بحب بربي وبيروح مني ويعوض عليا يعوض ربنا بأمر الله. بعمل زي ما انا بوريكم، هوريكم دلوقتي انا بعمل ايه. انا بصوا وريتكم اهو، انا لسه طالعه من شويه كنست وحكحكت كده بالفاس بتاعنا الفلاحي ده، بالفاس ده اهو، لسه مورياكم اهو ده كده. وبعد كده ايه هوريكم برضه. بصوا انا بعمل ايه عشان على يمة الله واحبابي الولاد بتاعهم بيبردوا، عاملين زي الطفل الصغير، بيبردوا جامد. ماشي، بحكحك لهم وبقعدهم في الشمس عشان الشمس حلوه ليهم. بعمل ايه بقى؟ عملت اعشاب هوريها لكم اهي. تعالي كده، اوعى كده يا ماما. انا ماليه الازازه دي اعشاب. ايه هي الاعشاب اللي انا ملياها؟ ايه هي الاعشاب اللي انا ملياها؟ هات الازاز دي يا مالك. اعشاب اللي انا مش عايزه اوريكم في الشمس. هات يا مالك الازاز دي، انا مش عايزه اوريكم في الشمس عشان الاضاءه بتطفي. الاعشاب عباره عن ورق لورا، سمسم، أبارك وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، حبة البركة، بتاع دي اسمها ايه؟ كزبرة ناشفة، شاي، ليمون، ايه تاني؟ انا بقى كوني غصب عني بتوه. كركم، كمون حصى، نعناع، سكر قلتلكوا. ايه تاني يا ام محمد؟ ايه تاني؟ والله انا ما فاكره، حاجات كتيره قوي بعمل. وحطيت بقدونس، ماشي، وحطيت حلبة حصى، وبغليهم في حله كبيره قد كده اهو. وبملى عباره عن دي زي ما انتم شايفين كده، وايه، وعباره عن دي مليانه بتاع ازازه الميه المعدنيه دي. بملى لهم وبحط لهم عشان خاطر ايه؟ ربنا يصلح من شأنهم ان شاء الله. بصوا انا بحط في الميه اهو، بصوا انا بحط لهم في الميه اهو. بص الليمون اهو، بص يا مالك، بص الليمون اهو. الليمون انا بضربه في الخلاط، الليمون بضربه في الخلاط، بس استنى لما بيبرد وبعبي لحد الساعة 2 والله بالليل، لحد الساعة 2 وانا حاطه لهم الميه وبغلي الحاجة على النار، حلة مع حلة، عشان هم الله اكبر ايه، حجمهم كتير، في لازم اللي انا احط كتير ليه زي ما انتوا شايفين كده. وبعمل في الازايز، وبرده يعني في نصيب بتاع ربنا اللي بيبرد وما بلحقوش، برده ده بتاع ربنا. حتى تلاقوا فيه بط صغير قوي اللي هو البلدي، والبط التاني اللي هو الكبير ده اللي هو اسمه البيور والمسكوفي والبلدي. ماشي، كل ده مع بعض انا هحطها مع، بس الاحجام بتختلف. المرد البيور ده بيكبر قبل البلدي وقبل المسكوفي وقبل المرد، بيكبر قبليهم في رب. بس زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي، وما تغيبوش عليا على التعليقات والحاجه الحلوه اللي انتوا تعملوها واللايك والاشتراك، عشان هجيب لكم من نص لسان تقول لكم دلوقتي. اهم حاجه في التربيه النظافه، النظافه، ووفي شكاير زي ما اكون عيل وبتلبسيه بامبز، وبحط نشاره
ماشي. بتبع للحاجه دي عشان الحاجه دي يعني هي دي حياتي اللي انا بحبها، وبحب اللي انا اعملها وداخل علينا رمضان، ربنا يبلغكم رمضان يا رب، وكل سنه وانتم طيبين، ويعود عليكم بخير ويهبط الغلا اللي احنا فيه ده يا رب العالمين. وهوريكم يا حبايب قلبي برضو الفراخ اللي انا جبتها. انا جايبه فراخ ساسو وفراخ بيضه وفراخ بلدي اهي، جات لكم اهي لوحدها، جات لكم. تعالي قولي لهم اعملوا لايك واشتراك، تعالي قولي. لا دي عايزه تجيب لكم البطه، تقول لكم اعملوا لايك واشتراك، قولي لها. قولي لهم اعملوا، قول لهم يا مالك اعملوا لايك واشتراك. تعالوا بقى بصوا انا غيرت العلم. ودوسوا على الجرس تعالوا بصوا كل سنة محمد واعملوا كل حاجة وعشان نوصل ل1000 بصوا زي ما انا مليون. اوريكم النشاره اهي، الرده اهي، غيرت العلف اهو. العلف ده، العلف برضو فيه حاجات مسممه وحاجات عشان في علف برضو بيتغش. بس يا كارما في علف بيتغش، تعالى هنا يا مالك تعالى. في علف بيتغش، والعلف اللي بيتغش ده بيضيع حاجات كتير. والله انا بقول لكم مش بحلف كده كلام، اكتر من 5000 راحوا مني. تعالي يا كارما، راحوا مني من الحاجات اللي انا يعني من الهوا واللي انا فيه. بصوا انا سهرانه طول الليل بعمل اكله ازاي. بصوا بعمل اكل شكله ايه اهو. ده برضو فيه دوت عباره عن حلبه ناعمه، عن بارك وسلم على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد، صلوا على الرسول يا حبايب قلبي. حلبه ناعمه ماشي، وبحط نشا وبحط سكر وبحط خل زي ما انا بوريكم برضو النوبه اللي فاتت. كل ده انا بحب اتهمي بيه بالايه، بالحاجات دي. تاني حاجه اللي انا يعني ربنا بحط خميره من بتاعتنا دي ماشي. استنى يا مان، بحط خميره، والخميره دي ايه بتبقى جميله بقى ليهم برضه، تفتح نفسهم والكلام ده. بص الورق اللولو اهو، يعني انا لقيته بالصدفه عشان اوريكم، عشان جبت لهم الحاجات اللي هي العصاره بتاعتهم، العصاره اللي هي في الاخر خالص بجيبها اقلبها على الاكل، عشان دي بضربها في الخلاط وعايزه مصفى صفيها وكل حاجه، بس انا بجيبها احطها على الاكل هنا يبقى منهم واكلين. بس يا مالك كده غلط. بص انا بحط طحينه وعسل وخميره، عشان الخميره حاجات دي يا حبايبي اللي ما يعرفش، انا في ناس تعرف ربنا يزيدها يا رب من نعيم الله، واحنا ربنا يزيدنا. اللي ما تعرفش تحط الحاجات اللي لسه جديده بتربي، تحط الحاجات الجميله اللي بقول لكم عليها دي. بصوا العلف انا مرنخني امبارح عامل ازاي، زيه زي الرده ده. انا بحط لهم رده خشنه وبحط لهم العلف عشان ايه، يعني مش هضاهي علف صافي. يعني انا اكلتهم علف صافي من ساعه ما جبتهم، عمري يوم شوفوا خدوا مني قد ايه علف، والعلف غالي. تعالي يا كارما، والعلف غالي. بصوا والله وما بستخسرش فيهم، اكني انا استخسر في نفسي انا وفي الطلع. شوفوا بقى من هوايتي في الطير، استخسر في لقمتي انا واستخسر في كل حاجه، واقول لا في همتكم معايا. عايزاكم تعملوا لي تعليقات، وعايزاكي تعملوا لي لايك واشتراك، واللي عندها سؤال عايزه تجاوبني هتقول لي عليه، اقول لها تكتب لي في القناه ماشي، في ضمن التعليقات تقول لي في ايه، وفي انا مش عاجبها في ايه، وانا بعمل ايه، وايه هي عايزه مني تقول لي. ابارك وسلم على سيدنا اي حد. بص الورق لولو اهو، اي حد عايز اللي انا افيده بحاجه انا مش متاخره عنكم، عمري ما هتاخر عنكم. تقولوا لي وانا، ومعنى ما انتوا تقولوا لي يبقى انا متشجعه باللي انتوا ايه بتتفرجوا عليا وبتعلقوا لي. معنى لو انتوا قلتوا لي مش سؤال، مش عيب يعني، لما انتوا تسالوني مش عيب ماشي. وانا ده يومي لسه بقى اخش للفراخ البيضاء ماشي، وهنزلكم في فيديو تاني هوريهولكم ان شاء الله بالفراخ البيضاء، عشان انتوا عارفين الفراخ البيضاء ايه يعني، ربنا يحميهم يا رب. انا على قدي عشان خايفه اللي انا الفراخ البيضاء ايه كميه، وانا هوريها لكم. بص المؤسسه اللي انا بعملها ده، انا اقول الدواء اللي هو الاعشاب اللي انا بعملها بحط لهم تاني اهو، وبحط اكل وبحط ميه وبتعب وبعمل، وزي ما انتوا شايفين والله يا رب. ماشي بصوا المسقه اللي انا عاملاها دي، هي دي بتبقى ايه حاكمه البط شويه، عشان هما بيحبوا يغرقوا البط، ياخدوا ميه، عايزين طشت، عايزين بانيو، عايزين حمام سباحه يغرقوا فيه. اديني شفت المعاناه، والله انا تعبانه اهو وطالعه مش عايزه اسيبهم،
وعماله واقفه لهم وقافي عشان يعملوا، عشان ربنا يتعمي فيكم. اكني معاكم عيل صغير زي ما انا بقول لكم، وبتحبوا ايه بقى، ايه، تتهموا بتربيتهم وتتهموا بعملهم. انا لسه ما دخلتش على الفراخ اللي هي بتبيض، لسه ما دخلتش عليهم. بس انتوا ايه، الشمس والتدفيه والنشاره هبارك وسلم على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد، صلى على رسول الله. والاعشاب اللي بقول لكم عليها دي، اعشاب دي جميله، بتغلوها في حله كبيره كده اهو، بتجيبوا من عند العطار وتحطوا كل حاجه، حبة البركة والسمسم والكزبرة والكمون، الحاجات دي. زي ما يكون واحد عنده برد، اعمل ليمون، اعمل جنزبيل، بحط جنزبيل، بحط اسمه ايه، العصفر، بحط ما حتى قلت على حبة البركة، بارك وسلم على سيدنا محمد، الزعتر. بحط كل الحاجات دي كلها اللي هي بتتحط في الطبيخ، بحطها اكنها شوربة، بعمل نظام شوربة ايه، علاج طبيعي، وياكلوا منه ويشربوا منه. اول حاجة العلاج ده، وكتر الليمون بقى، تجيب الليمون وبشقه أربعة كأني هخلله، وبحطه في المية بناء عن المية ما يستوي. وبحط بصلاية كبيرة كده، بصلاية كبيرة، انا بالفطرة على فكرة، زي ما انا بحب بربي كده بالموضوع اللي انا متعلمة بيه. احط البصلايه واحط الحاجات دي وانشلها، وبعد كده اجيبهم في الخلاط واحط منهم حبه ميه من اللي انا حاطه عليهم الاعشاب، واضربهم في الخلاط. عندك كبه اضربي فيها، عندك خلاط اضربي فيها، اهم شيء يعني يتطحن. وتيجي حطاه تاني في قلب الميه ومدياله غليان غليان غليان. بحط شاي ناشف على فكره، وبحط نعناع ناشف، كل الحاجات اللي الجميله كلها بحطها في قلبيها. بحط بتاع ده كركم، كل الحاجات دي بحطها. الخميره بقى والعسل والحاجات دي بعدين بحطها بعدين. ان شاء الله النهارده على البط ومش البط والكلام ده كله. استنوني في فيديو تاني ان شاء الله، هوريكم بقى الفراخ البيضاء والساسو والفراخ والفراخ وما تنسوناش برضو في التعليقات والاشتراك واللايك، واعملوا زي ما كارما بتقول لك. قول يا كارما. تقول لي انت طلعت فوق يا تيتا، قلت لها قالت انا هطلع معاكي عشان اقول لهم يعملوا لايك واشتراك. تعالى يا مالك قول لهم اعملوا لايك واشتراك. اعملوا لايك واشتراك ودوسوا على الجرس ودوسوا على التعليقات بصوا هادي بتكلم بصوت واطي. انا داخله اجيب الميه بقى واسيبكم على خير، عشان انا يومي مشقه ويومي تعب طول النهار ومش قادره، وهعمل بقى حبه حاجات كتيره كده، وفي مش هشغلكم معايا. كل سنه وانتم طيبين، ويبلغكم رمضان يا رب، ويهدي الدنيا دي على خير، ويهدينا ويرحم الغلاء اللي احنا فيه ده يا رب العالمين. اسيبكم على خير يا حبايبي. باي باي.